النهاردة هنعمل كفتة الحاتي بكل تفاصيلها. هنعمل كفتة مشوية في الفرن مش على الفحم، لكن بتطلع طعمها حلو جدا، اخده لون موحد من كل جانب. وهقولكوا على طريقة التسوية اللي تخليها تبقى بالشكل ده، وكمان هقولكوا على كل الاسرار اللي تخليها ما تفكش واحنا بنقلبها، ولا تبقى جافة من جوه، بالعكس بتبقى طرية وخفيفة وجوسي كمان. وهنقدمها كمان مع سلطة الطحينة. بس قبل ما ابدأ الفيديو، انا اسمي ايمان. لو اول مرة تشوفوني اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وشيروا لايك لو الوصفة عجبتكم. اول حاجة علشان الكفتة تكون طرية وجوسي من جوه، لازم يكون اللحمة فيها نسبة دهون حوالي 20%. لو ما فيهاش، او اللحمه كانت حمرا كده وما فيهاش دهون خالص، ممكن تبشروا عليها قطعه من الدهن كده، تجيبوها من عند الجزار وتبشروها مع اللحمه. وكل كيلو لحمه هضيف عليه بصلايه كبيره او 2 متوسطين، بصل يكون مبشور. والاهم بقى ان احنا لازم نعصر البصل كويس جدا كده. هنحط التفل بس على اللحمه، الميه مش هنضيفها، لان نسبه السوائل دي اللي بتخلي اللحمه او الكفته تفك مننا واحنا بنقلبها لو حطينا البصل بحاله. ميه البصل دي هنعمل بيها خلطه، هحط عليها معلقتين عصير طماطم ورشه ملح وفلفل، او ممكن نستبدل عصير الطماطم بمعلقه صلصه، وهقلبهم مع بعض وهشيلهم على جنب. هنستخدمه في الاخر، هو ده سر اللون الذهبي او لون الكفتة الحلو، كأننا شوينا على الفحم. ونرجع نكمل الكفتة. حطيت عليها البصل، وحطيت كمان عليها بقدونس متقطع ناعم. هناخد بس الورق مش العيدان ونقطعه صغير كده، ونبدأ نحط البهارات. انا مش هضيف عليها غير ملح وفلفل. لو عايزين تضيفوا رشة قرفة او رشة جوز الطيب ممكن، لكن انا ما حطيتش اي حاجة. مش عايزة احط بهارات كتير علشان استطعم طعم اللحمة، مش ابقى باكل بهارات في الاخر. المهم بقى ان احنا نعجنها كويس جدا علشان كلها تدخل في بعض. نعجنها، ايوه، نعجن الكفتة كويس جدا، لازم تتعجن لحد ما تبقى بالشكل ده، تدينا خيوط كده لما نشدها من بعض كده بتبقى مظبوطة وتمام. ممكن ندخلها التلاجة نص ساعة تتشمع، او نشتغل بيها على طول. هحضر الصينية اللي هنشتغل فيها. هحط الاول طبقة من الفلفل والطماطم والبصل، حلقات تحت الكفتة زي فرشة كده، علشان دول بيدوا نكهة حلوة جدا للكفتة لما بتتشوى في الفرن، وكمان علشان تستوى ومن غير ما تتحرق من تحت. نبدأ بقى نشكل الكفتة، وهنستخدم هنا الخلطة اللي احنا كنا عاملينها بمية البصل، وممكن نشكلها على اي حاجة، على قلم، على معلقة، سياخ الشيش تابوك، العيدان الخشب، اي حاجة متوفرة عندكم تقدروا تستخدموها. واحنا بنشكلها كده ببل ايدي في مية البصل، واشكل بيها الكفتة، ونشيل الزيادات وما نضغطش عليها كده واحنا بنلفها بالشكل ده. مية البصل دي اللي بتخلي اللون من بره زي ما يكون مشوية على الفحم، بيبقى لونها حلو جدا. وهقولكوا كمان ازاي نسويها. بعد ما اخلص الكمية كلها ارصها في الصينية، وهدهنها بقى على الوش ببقية المية بالبصل اللي احنا كنا عاملينها. بكون محضرة فرن سخن على درجة حرارة عالية، وهغطيها الاول بورق فويل وادخلها الفرن لحد ما تستوى. وبعدين اشيل ورق الفويل واقلب الكفتة يمين وشمال وادخلها الفرن تاني لحد ما تاخد اللون الحلو من كل جانب. وشغلت مروحة الفرن علشان اوزع الحرارة وتاخد لون من كل جانب.
او ممكن لو مفيش مروحة ممكن تشغلوا الشواية لحد ما تبقى باللون ده من كل ناحية بالشكل ده. وعملت كمان معاها سلطة طحينة، حطيت عليها شوية مية سخنين وملح وفلفل وعصير ليمون وتوم مفروم لو حابين، وقلبتهم كويس جدا مع بعض. وأقدم بقى الكفتة بالهنا والشفا، طعمها حلو جدا، تتاكل وهي سخنة كده عيش بلدي مع سلطة الطحينة، أو ممكن كمان تقدموها مع رز بالخلطة. جربوها بكل تفاصيلها هتعجبكم جدا، وبالهنا والشفا.